ايه الاخبار؟ فيديو النهارده فلوج جديد. اعتقد ان هو هيكون يعني عن تحضيراتي لرمضان، هي دي اللي انا حبيت اشاركها معاكم يعني. فبس كده خلونا نبتدي. انا لسه صاحيه من شويه او صاحيه متاخر جدا، بس عشان النهارده كان اجازه. ممكن كده واحنا بنشتغل اقول لكم انا كنت اجازه من ايه. بس كده فصحيت خدت شاور ولسه مفوقه كده وحلوه. فيلا بينا بقى نكمل الفيديو. اوكي، اول ما صحيت يعني وخدت الشاور وكده ما غسلتش وشي عشان كنت جايبه الغسول ده جديد يعني. كنت عايزه اجربه معسل اول مره، معرفش ليه يعني. طبعا ده من بوبانا صح؟ كده كتير بتتكلم عنه كويس قوي يعني. بصراحه انا بقالي اسبوع ما غسلتش وشي لان الغسول بتاعي كان خلصان، وانا مش بحب ان انا اتصل مثلا بالصيدليه واطلب، بحب ان انا اختار يعني حاجتي بنفسي كده قدام عيني. فاخر مره نزلت فيها بصراحه ما كانتش كل الاختيارات قدامي، بس ده لقيته فقلت حلو سعره حلو فاجربه. كنت عايزه اجربه يعني اول مره معاكم، معرفش ليه يعني، بس يعني خلونا نجربه. حرفيا انا بقالي كتير قوي بغسله من على وشي، شكلي كترت الكميه، ما بتحتويش منه كل الكميه اللي انا حطيتها دي، بس يعني اكيد مش هعرف اقول اي حاجه ان هو لسه تاني. سوري جدا على الزاويه دي، بس انتوا حرفيا محطوطين على بتاعه المعالق والشوك. دلوقتي بقى انا هخلص المواعين عشان عندي مواعين، عشان عايزين نرتب المطبخ. للأسف أنا عمري في حياتي ما غسلت المواعين بجلوفز أو أي حاجة، وأنا للأسف متعودة على كده، ودي حاجة مش حلوة. أنا هحاول إن أنا أشوف موضوع الجلوفز ده وأحاول كده إن أنا أتقبله. عارفة إن في ناس كتير كمان بتكره أو بتقرف مش بتكره إن هي تعمل المواعين، منهم أختي، بس أنا عادي جدا. وعشان تعرفوا بس ان انا كيوت برضو، انا دايما حاطه الكريم بتاع ترطيب الايدين بتاعي جنب الحوض عشان اول ما اخلص المواعين ارطب ايدي، وحرفيا من ساعه ما حطيته ولا مره استخدمته بجد. دلوقتي بقى هوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين يعني. دي اكتر حاجه انا مبسوطه ان انا قررت الحمد لله ان انا اجيبها، ده طقم حلل. طبعا ما كانش فيه وقت مناسب اكتر من رمضان ان انا اشتري عليه طقم حلل جديد، وبصراحه الطقم لما جالي طبعا انا فتحته عشان لو في اي كسر او اي حاجه، بيبقى خلال 24 ساعه والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. بس فكنت عايزه اقول لكم ايه فلما فتحته بصراحه انا رحت يعني شفته كده على الحقيقه، بس طلبته طبعا اونلاين. ف لما جالي عجبني قوي يعني، لما شفته عجبني ولما جالي عجبني اكتر. خالص. فانا يعني بعد ما طلعته عايزه اقول لكم ان انا الحمد لله بدات ان انا اشيل حاجات، مسموح لي بقى ان انا اشيل حاجات تقيله طبعا بطريقه معينه، بس زي ما انتم شايفين انا الحمد لله قدرت اشيله وما توجعتش، حصليش اي وجع. فهنخليه تحت هنا وهفرجه لكم قطعه كده. استنى، اول قطعه فيه بتيجي هي البان دي، الطاسه دي مش جريل، دي طاسه. اولا شكله بصراحه حلو قوي، بصوا هو هنا النور كده ضارب فيها، هيبقى مبين لكم شكله تمام.
الحله من جوه شكلها حلو قوي. انا مستنيه رمضان عشان انا قلت مش هعمل فيهم اي حاجه غير في رمضان. شكلها حلو قوي. ده الطقم عباره عن حلل طبعا بمقاسات مختلفه والطاسه، كنت عايزه اوريهولكوا لان هو لو شفتوه بجد الطقم ده يعني كشكل حلو قوي. لسه طبعا ما جربتوش ولا استخدمته عشان اقول اي حاجه، بس انا ان شاء الله حاسه ان هو هيطلع حلو قوي. بس انا فتحتها. بصوا دول انا جبتهم من امازون، دول بيكونوا 3 لمبات كده، شايفين سامعين؟ ده المفروض زرار ان هما بحطهم يعني في اي مكان كده بيتلزقوا يعني وبينوروا، ومعاهم الريموت بتاعهم. دول برضو انا جبتهم. يعني طبعا رمضان فكل المشتريات هتكون ايه للمطبخ طبعا. يعني ده حاطه 2 هنا لزقتهم، مش عارفه هتبان من عندكم ولا لا، بس هما بيكون شكلهم كده لو النور طفيته. ده النور بس عشان فيه نور بره، فاهمين؟ فهم بصراحه عمليين قوي يعني، وانا بستخدمهم بقالي كام يوم كده. لا هم عمليين، فلو لقيتهم حلوين قوي. بس بتحتاجوا مثلا في مكان زي ده مش اقل من 2 لان اضاءتهم مش قويه قوي. بعد كده بصراحه دي انا ما اشتريتهاش من قريب، دي من ايكيا. دي انا اشتريتها لما كنت بنقل اصلا للبيت هنا وكده، مع الحاجات زي الحاجه اللي هي محطوطه ورا دي وكده، كنت جايبه دي معاهم ومن ساعتها انا ما فتحتهاش. بس اعتقد دي برضو ان انا هحتاجها في رمضان قوي. بصوا دي كانت من ايكيا. بصوا ما استخدمتهاش خالص من ساعتها. ثانيه واحده انا مش عارفه اعمل ايه. هي اصلا هي كده، هي شكلها كده. بصوا ما ده جار يعني برطمان، فاهميني؟ بس هو ايه يعني انا جايباه مثلا ان انا اعمل فيه حاجه حلوه تبقى محطوطه في التلاجة سريعه موجوده كده. انا جايباه كنت كده اصلا. بصوا دي اللي انا كنت بقول لكم عليها ان انا جايباها. عايزه اقول لكم ان انا من ساعه ما جبتها ما شلتش منها الورقه، فاعتقد ان خلاص يعني بلاش غلاسه. بس دي بصراحه انا عارفه ان بتاعت ايكيا المشهوره اكتر هي الخط دي، بس دي عجبتني اكتر وحسيتها ان هي هتليق مع المطبخ هنا اكتر. وجبت دي عشان احطها في المطبخ هنا، حسيتها ان هي اصلا هتبقى عمليه مش ديكور وبس، يعني هتبقى عمليه قوي. هي مكتوب ان هي عياشه، اعتقد اللي هي بيتحط فيها طبعا العيش وكده يعني، بس انا ما اعتقدش ان انا احط فيها عيش. وجبتي زرعه للمطبخ بس مفيش حاجه تانية. وجبت دول برضو، دول ممكن تلاقوهم في اخر العنقود. انا جبتهم من اخر العنقود، كان سعرهم رخيص جدا عشان المشاريب الكتير في رمضان. صباح الخير. احنا مش تاني يوم، احنا من اخر مرة صورتلكوا يعني فوتت يوم، ده اليوم اللي بعده. انا لسه صاحية وكده. اليوم اللي انا كنت بوريكوا فيه الحاجة وكده، جيت يعني ايه حسيت بشوية تعب خفيف كده، فقلت لا خلاص كده حلو اوي، وقفلت على كده وقلت ان احنا هنكمل بكرة اللي هو امبارح.
امبارح كنت الحمد لله كويسة وكان في تحسن كبير وكده. كانت عندي جلسة علاج طبيعي رحتها. كان قايلين لي ان احنا ممكن ندوس اكتر شوية في البيت، فرجعت فعلا قلت ان انا اظبط كده شوية حاجات، اتخذت شوية وكنت عشان اكمل لكم بقية الفلوج ده او الفيديو ده يعني. بس بصراحة حسيت ان انا تعبت قوي وفعلا دخلت نمت على طول، يعني اول ما حسيت انه خلاص، لان الجلسة بتاعتي غلطت انا، وبصراحة غلطت، ما كانش ينفع ان انا ادوس جامد في يوم كنت واخدة فيه جلسة، لان كان التحميل كله على نص ظهري من فوق، لان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اوقف تشغيل نص ظهري اللي من تحت، فبعتمد كليا في كل حاجة على تشغيل ظهري من فوق، وطبعا الجلسة كمان كانت شغالة على ظهري من فوق، فكله اتحط في مكان واحد، فطبعا اعتقد ان هو حمل تحت، لان انا صحيت النهاردة تعبانة بألم، وانا نايمة بصعوبة، بس الحمد لله مش زي الاول خالص، مش زي الاول خالص، مفيش مقارنة اصلا. بس كده يعني، بديكوا الابديتس يعني عشان تبقوا ماشيين معايا بالظبط يعني ايه اللي بيحصل. فدلوقتي انا هقوم افطر يعني وكده، ممكن انزل اتمشى شوية، ان انا بحب انزل اتمشى الصبح شوية، بحس ان ده بيفرق كده في ظهري، بحس ان هو بيفك شوية، وبعدين نكمل بقى ايه، لان انا امبارح كمان نزلت جبت بقى شوية حاجات كده، فهبقى اوريها لكم لرمضان يعني، برضو اللي هي فكرة الفيديو كلها. واخيرا بقى جت احلى لحظة، اللي هي ان انا احط الزينة. الفوانيس دي عندي بقالها سنين بجد، بقيت خلاص مش بحس ان يعني لازم كل رمضان لازم ان انا اطلعها. والانوار، انا بحب الانوار اللي هي بتبقى بتنور دي، ان انا كده بعد الفطار اقوم قافله كل الانوار واشغل الانوار الصغنونه دي، بجد يعني احساس فظيع. البتاعه دي بقى انا معرفش ايه دي، بس حطيتها هنا وما عجبتنيش شكلها خالص بصراحه، هي لغايه دلوقتي انا لسه حطاها، بس بفكر ان انا هشيلها. الحاجات دي كمان بحب شكلها قوي. علقتها طبعا. وهنا بقى كنت بحاول اشوف شكل للفوانيس، وهو ده كان شكلها في الاخر. على قد ما هي بسيطة، على قد ما انتوا اكيد عارفين هي بتفرق في نفسيتنا قد ايه قبل رمضان، وان احنا كده نحس ان رمضان داخل، دي حاجة بتبسطنا جدا. طبعا اهتميت بالمطبخ، حبيت اوريكم الانوار دي ان انا حطيتها هنا عشان وقت السحور، حسيتها كده هتبقى عملية اكتر. وبس كده حلوين، اشوفكم في فلوج جديد، باي.